طلقي زوجك، طلق زوجتك، اقطع صلة الرحم مع أهلك، مع والديك، مع كذا مع كذا، أنهم مؤذيين. أي شخص يقول لك شيل الحجاب، البسي اللبس الفلاني، حطي كذا، غير كذا، اهرب اهرب. هذا ليس طبيب نفسي، هذا ليس معالج، هذا مخربق. ما عند حتى شي واحد الحق أنه يقول لك هذه الأشياء. أنت حكم عقلك. أي شخص، شوف المدربين الحياة الذين أصبحوا كثار اليوم، مدرب الحياة ليس له الحق أن يأخذ قرار عوضا عنك أو أن يقول لك ماذا تفعل. هو يساعدك في بعض الأشياء والقرار قرارك. القرار قرارك في كل شيء. لا تجعل أي أحد يخليك تحس بأنك أنت على خطأ أو بأنك أنت أقل وعيا. كي يدخلوا لك بهذه اللعبة ديال أنت ما بغيتيش دير هذه فمعناه أنت أقل وعيا، أو أنت وعيك مازال قليل، أو أنت كذا لا، أرجوك مبادئك، الأشياء، دينك، طريقة لبسك، أصحابك، الأشياء التي تختارها أنت هي ديالك، أنت حر فيها. أوكي؟ فإذا كان الشخص مثلا يقول لك أوكي، ربما مثلا في بعض الأحيان عندما نقول مثلا معتقداتك خاطئة، معناه معتقدك مثلا عن أن الله ظالم. في كثير من الناس تجيني تقول لي الله ظالم، أعطى لفلان الصحة وأنا لم يعطيها لي، لماذا الله خلقني مثلا بالإعاقة الجسدية الفلانية أو بالمرض الفلاني، لما الله ظالم لأنه كذا وكذا. فهنا نحاول تصحيح هذا المعتقد بأن الله ودود، الله يحبنا كلنا، فهذا معتقد خاطئ. عندما تقول لأن الحياة ظالمة، فقد أقول لك ليست بالضرورة، وأحاول أن أصحح لك هذا المعتقد بأن الحياة إيجابية وفيها الكثير من الأشياء. المهم، عندما تقول لي المال نقمة، أقول لك لا، المال نعمة، لأنه قد يساهم لك في تيسير حياتك، يساهم لك بأنك أنت أصلا تساعد ناس أخرين في حاجة، فليس بالضرورة. قد يكون أنت تراه نقمة لأن مثلا شفت شخص استخدم المال بطريقة خاطئة، فهذا لأنه لم يطهر نفسه ولم يزكي نفسه. فعندما تكون النفس غير طاهرة، فيها الكثير من البذور السلبية والسيئة، تستخدم أي شيء بطريقة سلبية، حتى صحتها ممكن الصحة تستخدمها بطريقة سلبية، والعكس صحيح. كل شيء هو حيادي، يا إما أنت تستخدمه في الشيء الإيجابي، يا إما تستخدمه في الشيء السلبي. فهذا المقصود. أما شخص يقول لك لا لأنك أنت تتبع الديانة الفلانية، فهذا معتقد خاطئ وهذه عقيدة خاطئة، عليك أن تتبع كذا، أوقفه وتوقف عن أنك تتواصل مع هذا الشخص أو زعما تذهب له، إذا كان أيا كان المسمى اللي حاط لنفسه. اتفقنا؟ هذه نصيحة، لأن الكثير من الشباب 16 سنة 17 سنة حتى 20 سنة حتى 30 سنة كيسمعوني، الله أعلم، الأعمار هي مجرد رقم. المهم كونوا واعين. خذ الأشياء التي تناسبك، أنا دائما أقولها، خذ الأشياء التي تناسبك واترك ما لا يناسبك. شوف الأشياء اللي ممكن تطور مهاراتك، اللي تخليك تكون إنسان أفضل، اللي تساعدك في أنك تكون إنسان فعال في المجتمع ديالك، تحسن. خليك من الناس المحسنين، من المتقين. شوف الله عز وجل شنو قال في القرآن عن المتقين، صفات المتقين، حاول أن تكون منهم. خلي عليك الأشياء الأخرى
ما بغيتش نقول شي حاجة اللي ولكن لأن الرسائل كثيرة وصلتني، وفعلا الموضوع صار شوية. نصيحة أخرى أن دعونا لا نؤله الأشخاص. يعني لا تقول أن هذا الشخص مثلا لأنه رجل دين أو ما يسمي نفسه رجل دين أو راقي فهو ملاك. لا، عندما تؤله الأشخاص وتحطهم في هذه المكانة عالية يسهل عليهم إيذائك. فلا تؤله الأشخاص، كلهم بشر، سواء كان طبيب نفسي سواء كان مشهور. لا والله هو طبيب نفسي ومشهور يطلع في التلفزيون فأنا انصح، هو راقي ومعروف وشيخ وكذا. لا تؤله الأشخاص، لا ما تكبرش الأشخاص. الله أكبر فقط، والكل بشر، الكل قابل أنه يدير صح والخطأ. فخليك دائما واعي، ما تمشيش وانت مسلم أمرك للناس، سلم أمرك فقط لله عز وجل لا للأشخاص أبدا. دائما حكم عقلك. ودمتم في أمان وسلام. الله يحفظكم كاملين.